كان في راجل اسمه شريف، متجوز وعنده بنت صغيرة. كانوا ساكنين في شقة في الدور الأخير في عمارة قديمة في وسط البلد. في يوم وهو ماشي في سوق الأنتيكات لقى برواز خشب قديم شكله غريب. البرواز فيه صورة واحدة ست، وشها مش واضح، بس عينيها بتبص على اللي بيشوف الصورة. البياع قال له إن البرواز ده مش للبيع، بس شريف أصر واشتراه. رجع البيت وعلق البرواز في الصالة. من أول ليلة بنته الصغيرة قالت له: بابا، الست اللي في الصورة كانت بتبصلي طول الليل وما بترمش عنيها. شريف ضحك وقال لها إن ده مجرد خيال. بس في اليوم اللي بعده مراته صحيت لقت البرواز واقع على الأرض والزجاج مكسور. رجعوه مكانه، بس من وقتها كل ما حد يبص في الصورة يحس إنها بتضحك ضحكة خفيفة مش باينة بس موجودة. بعد أسبوع حصلت أول حاجة غريبة. شريف دخل يشرب مية الساعة 3 الفجر، لقى نور الصالة منور والبرواز مش في مكانه، كان واقع على الأرض. بس مفيش صوت حصل. ومرة تانية الصورة بقت أوضح، وش الست بقى باين بس وشها كان نفس وش مراته قالت له: أنا حلمت إن الست اللي في الصورة كانت واقفة ورايا في المراية وبتقول لي أنتي خدت مكاني. شريف بدأ ينهار، قرر يتخلص من البرواز. خده ونزله الشارع وكسره ورماه. بس لما رجع البيت لقى البرواز متعلق تاني في مكانه، والصورة كانت صورته هو المرة دي.